السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني. رجعت لكم بقى كده بفيديو جديد، يوم جديد يا احلى متابعين. النهارده هعمل الغدا بقى كده. دخلت المطبخ. قلت النهارده هعمل رز معمر، وهعمل فراخ في الصينية بالخضار. فقلت بقى ايه، دخلت طبعا انا نقحت الفراخ. ما بحبش الفراخ، في اولا الفراخ في الفريزر دي ما بحبهاش. بجيب الفراخ دايما طازة، بحب الفراخ تكون في نفس اليوم. جبت الفراخ وقطعتها. غسلتها غسيل كويس طبعا بملح وخل وليمون ودقيق. غسلتها جامد ورحت نقعها برضو بشوية دقيق وشوية ملح وعصرت ليمون ونقعتها حوالي آه، ساعة كده. دخلت بقى عشان اوضب بقى الصينية. هقطع البصل واضربه، يعني بصلة كبيرة وطماطمتين، هضربهم في الخلاط بقى مع بعض. قلت بقى ايه، النهاردة اغير واعمل الرز. بصراحة الرز المعمر بيبقى طعمه جميل. فقلت لا بقى، ده النهاردة هعمل رز في الفرن يعني. ما شاء الله والله بجد بيتاكل بيبقى حلو، لكن كل يوم الرز اللي هو مسلوق ده بيبقى طعمه مش زي ده خالص. دي حاجة ودي حاجة. فكده اقطع الطماطم بقى والبصل واضربهم في الخلاط. طبعا الفراخ بعد ما نقعتها كويس وغسلتها غسيل غسيل جامد. الفراخ اهم حاجة فيها الغسيل. غسيل يعني. الليمون، وبرضو بعصر ليمون برضو عليها بعد ما تتشطف، عشان الفراخ تبقى ريحتها جميلة. كده هضرب الطماطم بقى في الخلاط وهتبل الفراخ كده. تاخد لها تتبيلة كده حوالي ساعة. يعني لو أنا مستعجلة بتبلها كده ساعة، وبعدين بقى أبدأ أشتغل. فأنا دخلت بقى قلت أنا هتبل الفراخ على ما أجهز بقى الإيه، الرز، وأجهز الحاجة بتاعتي، وأقشر البطاطس وفرفط البسلة وكده. فأنا بحب، يعني أنا بعمل بطاطس طبعا لو مشوية ما بحط لهاش ولا بطاطس ولا بحط لها بسلة. لكن لو انا هعملها بالخضار بتبقى جميلة. بعمل بسلة والبطاطس وجزر طبعا وكوسة، بس انا ما جبتش جزر ولا كوسة، فانا هعمل بسلة وبطاطس في الصينية، يعني هعملها بقى في الصينية، بس انا هتبلها بس الاول كده واسيبها لمدة ساعة كده. فقلت لا يعني بسرعة، يعني الفراخ ما شاء الله يعني. لما بتتبل ما شاء الله بتلاقوها كمان يعني في بشوق. طبعا انا هوريكم دلوقتي بقى الطريقة بتاعتي. انا ليا كذا طريقة في الفراخ اللي هي مشوية. والاكل في الفرن بصراحة بيبقى طعمه حلو. يعني اكل الفرن بقى، الشتاء جاي. كل سنة وانتم طيبين. احنا بقينا في الشتاء بقى كده، والفرن بقى بيبقى الاكل فيه ليه طعم تاني. فقلت يلا بقى كده. انا والله بحب، ان كان عليا بحب رز المعمر لو اعمل كل يوم بيبقى طعمه حلو. فحطيت بقى اللهم صل على سيدنا محمد. فلفل اسود وبابريكا وشوية كزبرة وورق لوري. وهتبل بقى كله وافتح فتحات بسيطة كده عند الوراك، واسيب الف بقى كله ده اللهم صل على سيدنا محمد. بالتتبيلة بقى الف كله كويس كده، وعشان بس كل التتبيلة تدخل في الفراخ. يعني احط بين الجلد وبين الورك. الخلطة دي ريحتها جميلة بجد والله، ريحتها جميلة. والليمون طبعا بحصر ليمون، اهم حاجة الليمون للفراخ بتخلي الفراخ جميلة. واعمل كله كده، تبل بقى كده، ادخل الحشو كله كده والف كويس الخلطة، وغطى عليها بقى ساعة. اسيبها ساعة كده يعني. ولو اكتر بتبقى حلوة برضو. كده هحمر دبوس كده، عشان انا بحب الرز يكون فيه فراخ او لحمة. احمره كويس ورش عليه فلفل اسود، واحط ورق لوري. وعشان انا بقى ايه،
ان شاء الله كده بقى بحب دايما يعني احط الفراخ في الرز او اللحمه. كده بقى ايه، تبلت الفراخ حوالي ساعه، خلاص اتبلت كده. هجيب بصلايه اخرطها ناعم خشن كده. انا بحب بقى ايه، انا لما تبلت الفراخ الاول عملت البصل والطماطم في الخلاط، لكن دلوقتي بجيب بصلايه اخرطها كده خشن يعني، اقطعها كده قطع صغيره، وادعكها بقى واقطع عليها طماطمايه وشويه فلفل وشويه ملح، وادعك كل ده مع بعضه. عشان الخضار بقى انا هعمل بطاطس وبسله مع الفراخ، فدي بتدي طعم بقى ايه للبسله والبطاطس. ارش شويه ملح صغيرين بقى كده، عشان انا حاطه ملح قبل كده في التتبيله التانية. فانا هحط بقى طماطمايه صغيره، اقطعها قطع بقى كده صغيره، يعني مش هحصرها، لا قطع صغيره مع البصل. بتخلي طعم الخضار جميل في حته تانية كده، بتبقى جميله. فالخطوة ديت بتدي طعم للخضار والفراخ، هو كله هيتعمل مع بعضه. بس طبعا الخضار هيتعمل مش هتحطه دلوقتي. حطيت ملح واحط فلفل اسود، شوية فلفل كمان عشان انا حاطه للفراخ، بس انا احط بقى للبصل والطماطم. وهدعك ده كله مع بعضه جامد، كل ده هيدعك مع بعضه جامد، عشان الفراخ هتتحط الاول، وبعدين بعد ما تتشوح شوية هضيف لهم البسلة والبطاطس. يعني طبعا البطاطس ما بتاخدش سوا زي الفراخ، ولا البسلة بتاخد زي الفراخ. فانا احط الفراخ الاول كده تتشوح لمدة 10 دقايق كده على النار، وبعدين اضيف بقى البسلة والبطاطس. كده كل ده هلفه مع بعضه، وهجيب الحلة الضغط طبعا عشان انا عايزة الغدا بسرعة. آه، يعني احنا كده عشان ميعاد الغدا، فانا هشوح بقى كده على النار الاول. طبعا هشوحها هنا كده على البوتاجاز. والفرن طبعا الصينية كبيرة، الفرن ما بياخدش البرام والصينية مع بعض. فانا هعمل الرز، هروح هعمل الرز، وبعدين ايه، دي بقى البسلة والبطاطس هيتركنوا شوية على ما اشوح الفراخ الاول لمدة 10 دقايق كده. انا يعني بعمل فراخ بكذا طريقة، انا ممكن احط كل ده مع بعض وادخله الفرن، بس انا عشان طبعا اختص يعني اسهل الموضوع واخلص بسرعة على ما يكون الرز غلى في الفرن، اجي اخد الصينية بقى واحطها. فكده هشوح بقى كده مع بعضه كده، سيبه يتشوح كويس، وبعدين احط البسلة والبطاطس على الفراخ، وهدي النار عليهم ولغاية ما اودي الرز بقى الفرن. والرز اعمل الرز بقى الاول، لان الفرن ما بياخدش صينية كبيرة والبرام معاه. فانا هعمل الرز الاول على ما يكون الفراخ سبتها على النار زي ما هي، موطية النار بقى، وما بزودش مية ولا اي حاجة. الخضار هو اللي بينزل ميته، فدي حاجة بتبقى طعمها حلو. الواحد يعني لازم بنغيره بقى، يعني لازم تغيير يعني. ما شاء الله كده التغيير حلو كده. احط الدبوس كده في الرز، بيدي طعم للرز مع فلفل اسود. بحب فلفل اسود بقى معايا، ما بحط فلفل اسود. وما شاء الله يعني الرز ده بيبقى طعمه جميل، بيتاكل والله من غير اي حاجة. انا مولعة الفرن طبعا، عشان الفرن لما بيبقى حامي بيطلع الرز احمر وشكله حلو، وبيغلي بسرعة. يعني بصراحة الفرن لو حامي بيغلي الرز بسرعة. حبايبي في كل مكان، وحشتوني والله يا أحلى متابعين. ربنا يخليكوا يا أحلى متابعيني في كل مكان. شكرا على متابعتكم ليا. بجد والله أنا بعتبركم عيلتي التانية، يعني متابعيني اللي هم متابعيني ما شاء الله كده، بعتبركم والله بجد. فانا دايما ان شاء الله احاول ان انا ايه اعمل لكم على طول فيديوهات، ما تاخرش عليكم. ده كيلو لبن بقى، احط اللبن واحط وازوده، لو عايز شوية مية ازوده. إيه ما شاء الله بجد اللبن تقيل وحلو. اللبن ده بيخلي الرز
حلو يعني. هو كيلو لبن على البرام ده، وبرامة الصغيرة اللي في ريحه ديت بيبقى حلو. يعني اللبن كل ما بيبقى الرز المعمر ده كويس بيبقى حلو. كده الفراخ بقت كده اتشوحت كده حلوة، حطيت البسلة والبطاطس والحاجات دي بقى هضيفها واقلب كله مع بعضه، وهدي النار بقى واروح اعمل الرز. كده غسلت البطاطا وحطيتها مع الرز اشويها بقى كده في الفرن معايا بالمرة. والفراخ كده كده بتيجي لما بتبقى متشوحة كويس، بتيجي ما بتغيبش اصلا في الفرن، لانها بتيجي يا دوب متشوحة كويس. هتدخل في الفرن طبعا تتسبك كويس، ولونها بيبقى، بعلي النار بقى من فوق الاخر بقى. انا بوطي ما شاء الله كده، بوطي النار من فوق واعلي النار من تحت عشان اللون يبقى حلو. كده بقى الفراخ ما شاء الله اتشوحت خالص مع الخضار. افضها في الصينية بقى كده والرز هديت النار عليه. الرز ما شاء الله برضو خلاص، بسيبه بقى طبعا عشان فيه فراخ، بهديله النار عشان ياخد راحته. بجد يعني تسالي بقى كده، يعني ما شاء اليوم قصير، والناس يعني بتقوم من النوم على ما نفطروا نلاقوا الظهر بيدن، وبعدين العصر بيدن. يعني اليوم ما فيهوش اكل خالص الصبح. يعني الواحد بيخلص بتلاقي العصر برضو حالا كله، يعني اليوم قصير. الرز خلاص احمر وطلعته، دخل الصينية بقى عشان تتسبك حلو. الفرن بقى بيبقى عالي من تحت عشان الفراخ ما شاء الله كده. آه ما بعليش من فوق جامد يعني، بس بسيب الفرن كده لغاية ما الفراخ تاخد راحتها وتستوي، وبعدين اعلي بقى الاخر كده عشان تاخد وش. فوالله بجد يعني حاجة برضو ايه. كده طلعت الرز، طلعت الفراخ من الفرن. تفضلوا الغدا معانا يا احلى متابعين. اشوفكم على خير. شوفوا بقى ايه رأيكم بقى في الرز، جميل ريحته جميلة، والفراخ بالخضار. تفضلوا الغدا معانا يا احلى متابعين. اشوف وشكم على خير ان شاء الله. مع الف سلامة.